السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في عفريت البرفانات مع وليد أمر. يا أهلا. الفيديو اللي معانا النهارده فيديو مهم جدا في القناة دي، لأنه فعلا فيديو بيهم الزبون أكتر ما بيهم التاجر. ممكن التاجر يشتغل بيه لنفسه أو حاجة شخصية ليه أو. النهارده بنتكلم عن التعتيق بكل أنواعه، كل الشغل اللي يخصه. بنتكلم عن تعتيق البرفيوم، إزاي نعتق برفيوم ونطلعه صح زي دار العطور الكبيرة. فقبل اي حاجه بنحب نقول ان احنا النهارده هنتكلم كلام علمي صحيح. انتوا الناس اللي دارسه علمي واخده كيمياء هتفهم ان انا بتكلم صح. طبعا، قبل ما بنعتق البرفيوم لازم اهم حاجه عشان البرفان يشتغل معانا صح، لازم تكون كل حاجه فيه صح. يعني ايه كل حاجه فيه صح؟ يعني عندنا الزيت العطري نفسه اللي بنستخدمه يكون اجود خامه، زي ما احنا ما متعودين في القناه. انا كل فيديو بقول على نوع برفيوم معين اجود خامه في شركه كذا، يبقى انت تجيب الشركه اللي انا بقول عليها دي. تاني حاجه الكحول بتاعنا، طبعا يكون كحول نضيف جدا عالي. اي كحول بقى 96 99 ونص او 99.8 من 10. بلاش طبعا ال 70% ما ينفعش معانا، وبلاش الميثيلي. المثبت يكون معتمد نضيف من شركه نضيفه. المذيب كل الامكانيات احنا بناخدها حاجه نضيفه. نجيب الازازه بتاعتنا عادي خالص ونحط فيها كميه الزيت اللي احنا عايزينها. طبعا التركيز العالي، طبعا احنا هنعتق يعني نعمل حاجه صح. نعمل ازازه كبيره طبعا، ما نعملش نعتق ونقعد ازازه، نعمل ازازه 50 مللي ولا 30 مللي. لما تيجي تعتق تظبط ازازه كبيره 100 مللي او 150 مللي، وفي ساعات 200 مللي. نحط فيها النسب بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها التركيز 7 اللي هي 34%، 17 مللي في ال 50 و34 مللي في ال 100 مللي. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي عندنا غريبه شويه، بنلاقي بنتكلم بالملي وبالجرام. طبعا الملي غير الجرام خالص، فاحنا بنتكلم على ازازه 100 مللي يبقى بنحط مثلا بالملي الجرامات. لو ازازه 100 جرام مش ازازه 100 جرام طبعا احنا بنتكلم بالملي، بالملي لتر مش بالجرام. المهم نرجع تاني لموضوعنا. طرق التسخين عندنا كتير جدا. طبعا انا عندي لغايه دلوقتي حوالي 28 سنه او داخل على 30 سنه خبره في مجال البرفانات. فجربت طرق تعتيق كتير وسمعت يعني عن حاجات كتير جدا في طرق التعتيق. حاجات يعني طبعا فيها الفاشل، فيها العادي، فيها اي كلام بيتقال وخلاص. بس الخامه طالما نظيفه التعتيق معاك سهل جدا وجميل. فبنجيب الخامه بتاعتنا وبنعمل ازازه البرفيوم بتاعنا وازاي نعتقها بقى. في ناس الاول كان من حوالي 20 سنه طلعت لغايه دلوقتي شغاله، طلعت بموضه ان انت بتعتق بالتسخين. بتجيب الكحول قبل ما تستخدمه تحطه على الخامات بتاعتنا، بتبتدي تحطه على النار في البيكر بتاعنا، البيكر بتاع الازاز بتاع المعامل. تحط فيه الكحول وتسخنه على نار هاديه. طبعا الطريقه دي طبعا اول حاجه خطر. تاني حاجه بتدي ريحه. الكحول اللي بياخد ريحه كده، ريحه شياط، ريحه حاجه مش حلوه خالص، وبتطلع في البرفيوم معانا بعد كده. طبعا ده كله مش مستحب. فحته التسخين دي الغيها خالص. حتى ما فيش شركه بتنزل برفيوم متعتق بالتسخين، ومفيش حاجه اسمها تعتيق بالتسخين، لان التسخين اصلا كمان دي مواد كيميائيه. والتسخين طبعا درجه حراره بتخش على الماده نفسها، بتفصل حاجات وبتعمل حاجات. فالحراره مش محتاجينها خالص في الموضوع ده. يعني فاكر انت المعادلات الكيميائيه كان يقول لك مش عارف ان ايه 2 زائد مش عارف ايه، ويعمل سهم كده عليه المثلث اللي هو الحراره. بس بيغير الكيمياء ويطلعها منتج تاني. ده استاذ عبد الله عابدين معلمنا كده في الكيمياء في الثانوي. استاذ عبد الله عابدين مدرس كيمياء محترم. المهم نرجع لموضوعنا تاني. فالتعتيق بالتسخين هنلغيه. مفيش حاجه اسمها برضه يومين في ليزر ويومين ثلاجه ويومين في الضلمه ويومين دي مش مجال تعتيق خالص. فاحنا هنعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه طبعا هنجيب الخامه نضيفه قلنا والتركيز عالي، والبرفيوم اللي انا بقوله في القناه عندي. النسب لما تتظبط صح كله بيطلع صح. نخش نجيب ازازه البرفيوم دي، خلاص اترجت تمام وفيها النسب بتاعتنا، والنسب تبقى مظبوطه بالملي. بالملي مفيش اي كلام تاني غير بالملي. هتقوم جاي حاطط حاجتك هنا، وهتجيب قماشه صوف، كيس بلاستيك اسمر، اي قماشه عاديه، وهتحطها فيها تلفها جامد قوي، وهتحطها في كيسه سمراء وتربط كويس، وتحطها في الفريزر بتاع التلاجة او في الديب فريزر بتاعك لمده يوم واحد او يومين. ايه فايده الديب فريزر او الساعه دي؟ الشركات العالميه كانت زي مؤلف في شركه مثلا دار عطور جامبول، كانوا بيجيبوا البرفيوم كده بيحطوه في حته تاخد درجه حراره 50 تحت الصفر، عشان خاطر عندنا عارفين ان الحراره او المواد نفسها بتنكمش بالبروده. فاحنا عندنا هنا كحول، وعندنا زيت برفيوم، وعندنا مثبت، وعندنا مذيب، وعندنا حاجات تانية او ماء مطر لو حطيت. فعايزين الجزيئات دي كلها تتقارب في مسافات بينيه بين الجزيء والجزيء.
عايزينه يتقارب من بعضه، فبنعمل درجة الحرارة بنقللها خالص عشان تنكمش، يبقى في المسافات البينية بين الجزيئات بتقل، ترتبط ببعضها أكتر. تمام. بنطلعها بعد كده حتى ازازه البرفيوم لما تحطها لهم او في الفريزر او في الفريزر بتطلعها، بس ان هي كانت لغايه هنا بتلاقيها قلت شويه، معنى كده ان المسافات البينيه قلت بين جزيئات البرفيوم. بنطلعها بعد كده نفس زي ما بنفتحهاش خالص. طبعا اهم حاجه بنامن الفريزر او نامن الديب فريزر ما يكونش فيه البرفان مسرب او في ريحه برفان، طبعا عشان خاطر ايه الحاجه ما تبص اللي معانا في الفريزر. بنطلع بعد كده الحاجه دي، بنطلع ازازه البرفيوم بنحطها في مكان ضلمه، مش عايز اقول لك دافي، هي درجه حراره الغرفه بس ما تكونش برضه ساقعه، يعني درجه حراره 27 28 30. يعني دولاب ملابس مثلا في حته في الركن اللي تحت، في مع البطاطين مثلا نحطها وسط البطاطين في حته كده ما بيتفتحش خالص عليها او قليل الفتح عليها، ما نعرضهاش لضوء، لان برضه استاذ عبد الله عابدين مدرس الكيمياء قال لنا ان الضوء بيكسر الروابط الكيميائيه، عشان كده لما نطلعها ما نطلعهاش في الضوء خالص، زي ما هي ناخدها في المكان الدافي ده الضلمه ده، تقعد معانا. طبعا هتقعد معانا حوالي 7 أشهر أو 8 أشهر أو سنة أو هتقول لي وأنا هقعد يعني 7 8 أشهر عشان أيوه تقعد، اعمل اتنين تلاتة وقعدت اتنين وسبعة لغاية ما طلع دي وحط دي، طلع اتنين وحط واحدة، طلع واحدة وحط اتنين، طلع واحدة وحط تلاتة، براحتك خالص. في ناس بتعتق بالسنة. أنا بقول لك على طريقة التعتيق الأصلي في الشركات العالمية، وأنا بقول لك أنا جايبها من شركة جامبول نفسها. تمام. دي أحسن طريقة تعتيق. التعتيق طبعا بيطول عمر البيض معانا على النجوم، بيطول بيخليه طبعا بيتعتم. يعني انا اسف ما احبش اتكلم في الحته اللي هقولها دي بس عشان تفهمها، مش في يعني زي ما بنسمع الحمد لله ما بشوفش حتى سيجاره، الخمور، المشروبات الروحيه دي، مش كل ما المشروب ده قدم او اتعتق اكتر ويقول لك دي ازازه من سنه 1970، دي من 1000 دي متعتقه 40 سنه، دي متعتقة. كل ما التعتيق بيزيد كل ما سعرها بيعلى. فاهمنا؟ فالتعتيق هنا زي هنا بالظبط. جامبو طبعا ما فيش بقى ثلاجه عندها وكلام من ده، بدرجه حراره فوق 50 تحت الصفر. انزل بعد كده عندك في براميل خشب ضلمه في درجه حراره تحت الارض، بيحطها في مخازن معينه كده، وبتفضل الشهور دي كلها او السنه دي موجوده فين؟ تحت. البرفيوم بيطلع معاك جاهز للاستخدام كده، مفيش اي فرق بينه وبين البرفيوم الاصلي اللي هو ابو الوفات غير شكل الازازه بس. فانت ممكن يجي شكل الازازه، فيه شكل الازازه بيجي هاي كوبي، طبعا عارفين موجود في الاسواق كلها عندنا، او في ازازه عاديه، او بيجي ازازه اصلي تكون خالصه وبتملاها انت تاني، او مش عارف تملاها تروح انت عامل فيهم ويملاها لك. بس هو ده التعتيد. انت استفاد بالتعتيد ده في كده. حضر لنفسك سعر الضفان انت كبائع او كتاجر او كسيلز زي ما بيقولوا. آه البرفيوم عندك تعتق طبعا يتباع بسعر اعلى، لان انت تعبت فيه وشقيت. ما الشركات دي غاليه ليه برضه؟ عشان المخازن دي بتاعت التعتيق عليها حراسه وارضيات وناس شغاله بتاخد مرتبات، والشركه نفسها ضرايبها والكلام ده كله. فانت لما تعمل منتج صح وتصرف عليه اكتر وتشتغل اكتر، تطلب فيه السعر اللي انت عايزه ويكون مصدر رزق حلو ليك. فده كان فيديو النهارده في التعتيق. طبعا خدنا طبعا ابعد عن اهم حاجه، يعني ما فيش لا تسخين كحول ولا مكان سخن ولا شمس ولا اي حاجه من دي. زي ما بقول لك كده، من هنا لهنا لهنا، واصبر عليها ال7 8 اشهر وخد احلى شغل احلى منتج معاك، منتج براند اصلي زي الشركات العالميه او زي دور العطور العالميه اللي بتعمله بالظبط. كده بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى نكون استفدنا النهارده من بعض، والى ان نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.